طرد زيد تحسين قرار صحيح جدا، مو هو اثر على المباراه. هسه كابتن علي راح اختلف وياه، مش مثلا اثر المباراه قرار المدرب على مصطبه الاحتياط هو اثر بنتيجه المباراه. شلون؟ خطا عندما تكون انت فريق حائز على الكره وفائز 1-0 وتخرج افضل اثنين اللي كانوا هم عبء على فريق المنافس، بدل التبديل واحد اللي هو بدل اللاعب الارتكاز احمد السياه، بدل من؟ بدل محمد سامي. ايش صار؟ صار فوزي وسعد عبد الامير واحمد السياه، ثلاثتهم كانما 3 ان 1، ثلاثتهم عبالك بستايل واحد بطريقه واحد. فبالتالي سوى بعد ماكو تحولات، ما صارت هناك تحولات، ما كانت حيازه هناك، كانت بالشوط الاول محمد سامي زين كان يحوز على الكره، فبالتالي هاي الحيازه الكره مع علي عباس اللي كان محطه، هذا كان السبب الرئيسي. هذا كله وتجي تقول لك الاداره كانت هي سبب نتائج القوه الجويه. بوجهه نظري كابتن علي كان لزم العصا من الوسط. انا اقول لك لا، اليوم خساره المباراه مو اداره ولا جمهور، خساره المباراه قرار فني. المدرب بقرار فني هي خساره الفريق، لان كان القوه الجويه اليوم من افضل حالاته الفنيه، وكان من الممكن ان يبقى بهذا الايقاع وهذا الارتب، وكان لكن انا بوجهه نظري القرارات يعني الفنيه الخاطئه وقراءه الفنيه الممتازه لحيدر عبيد هي من كان. انا شفت مقاطع للكابتن علي جبار. نعم. علي عبد الجبار يقود القوه الجويه من فوق، يوجه الكابتن بدل، استعجل بالتبديل، يمكن شفتوها على الفيسبوك. الايام القصيره تسعف علي عبد الجبار لتغيير القوه الجويه واظهارها بصوره جيده، لو بعد يحتاج الى وقت؟ لا كل مدرب اللي يحتاج له وقت. يحتاج وقت يعني ما ممكن مستحيل انه تنقل افكارك حاليا. وانا يعني كنت اليوم انا تمنيت حتى علي جبار اصلا ما يتكلم، يبقى قاعد يتفرج الفريق من الاعلى ويشوف حتى بعد هذا الدور ممكن ان يعني تصير 3 ايام 4 وتصحح الاخطاء، بالاضافه الى مباريات الدوري انت شايفه، فبالتالي يصير عندك فكره واضحه جدا. لكن هو الاخطاء الفنيه هي وارده جدا، لكن انا بس اقول عامل الوقت ما له علاقه باستعجال التبديل. لا ما هذا اساسيات كره القدم. شوف كابتن علي، يعني اكو كتاب يسمونه كره القدم، هو مو كتاب بس هو اساسيات كره القدم، يسمونه البيسك كره القدم. عندما تكون الفريق فائز، حكاها كابتن علي، من يكون الفريق فائز و1-0 ووضعك الفني جيد ما ممكن ان تبدل، ما تبدل. لحين من تشوف حتى لو تبدل، حتى لو اضطريت للتبديل، تبدل لاعب بلاعب بنفس المواصفات حتى لا يتغير نظام اللعب، لان انت هذا النظام اللعب متفوق به. غيرت انا، فانت سويت من بدلت وغيرت نظام اللعب هو اللي ادى الى الخساره وليس الطرد. خلي اسال سؤال بنفس المحور. هل استعجل القوه الجويه بتسميه مدرب